ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن كلب ستافوردشاير الأمريكي. أولا، تاريخ النوع. بتنحدر سلالته من أمريكا، وبيرجع تاريخ السلالة سنة 1850. ثانيا، شكل النوع. شكله بيشبه كتير الكلب البيتبول، ولكنه مش بيتبول، لأنه نوع مختلف تماما. بيكون راسه وصدره عريض، وجسمه قصير. ألوانه متعددة، في منه كل الألوان. ارتفاع النوع بيتراوح من 43 ل 48 سنتي، ووزنه بيتراوح من 23 ل 36 كيلو جرام. ثالثا، استخدامات النوع. استخدامه الأساسي كان لاصطياد القوارض المضرة بمحاصيل المزارعين، ولكن حاليا بيعتبر كلب عيلة. رابعا، سلوك النوع. كلب ذكي وسهل التدريب، طاقته عالية جدا، هادي بطبعه وبيحب الناس، وعنده ولاء قوي جدا تجاه صاحبه. خامسا، رأيي الشخصي. الكلب ده كلب عضلي وقوي جدا جسديا، برغم من حجمه الصغير. طاقته عالية جدا جدا، وما بيتعبش، وعشان كده هيحتاج تدريب بدني كتير جدا عشان سلوكه يبقى معتدل. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب. سلام.